يا ترى ايه علاقة نجيب الريحاني بأول مكنة إيداع ليلية في مصر؟ سلامة الموظف الغلبان راح للبنك لإيداع مبلغ مالي كبير، ولقى البنك مقفول وفضل طول الليل مرعوب والفلوس معاه، وكان لازم يستنى لتاني يوم لما البنك يفتح. والمعروف عن أبو الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب إنه كان دايما بيفكر في التطوير وإيجاد حلول لمشاكل الناس مع البنك، ومنهم مشكلة الإيداع الليلي، لأن كان ناس كتير مش بتلحق مواعيد البنك زي سلامة. فقرر يعمل ماكينة إيداع ليلي سنة 1931 واستوردها من إنجلترا، والأول مرة الناس قدرت تحط فلوسها في أي وقت من غير ما تستنى الموظف. كل شخص له حساب بنكي كان معاه مفتاح للخزنة دي عشان يسهل عليه إيداع فلوسه، يجي يحط الفلوس في ظرف ويقفله ويكتب عليه المبلغ واسمه ورقم حسابه، وتاني يوم موظف البنك ياخد المبالغ الموجودة ويودعها في حساب كل واحد. بعض المؤرخين ربطوا بين مشهد الريحاني في سلامة في خير وبين إنه هو السبب في ماكينة الإيداع الليلي، لكن الفيلم ده جه بعد تركيبها ب7 سنين. هو بس جسد الأزمة اللي كانت بتحصل في مشهد الريحاني، لكن ده ما ينكرش دور الريحاني وأفلامه في تعديل بعض القوانين. من باب مقفول لخزنة إيداع مفتوحة طول الليل، ودي كانت قصة أول ماكينة إيداع في مصر. قولوا لي بقى، عديتوا على المكنة دي قبل كده أو حد في عيلتكم جربها زمان ولا لأ؟